وصلت لمناصب عالمية في شركات عالمية في سن صغير وفي وقت قليل. انا كنت عايزه اتخرج عشان اشتغل. أنا عارفة إن المجال ده بتاع ستات. يعني انا كنت اول واحده ست في شركتي تاخد المنصب ده. إن في خلال رحلتنا الحياة بتاخدنا تحت وفوق. مهم انك تنزلي ويحصل المواجهه دي. الواحد بيوصل لمرحلة إن هو ثقته بنفسه بتقع. حياتي سواء المهنيه او الشخصيه انا طول الخط بلتمس العذر. حكايتها بودكاست وحكاية جميلة النهاردة. حكاية ممتعة وغريبة ويونيك، يعني منفردة، من سيدة وصلت لمناصب عالمية في شركات عالمية في سن صغير وفي وقت قليل، في حين إن هي أم وزوجة وربة أسرة وشخصية ممتعة وجميلة، وعملت كل الحاجات اللي المفروض تتعمل مع الاحتفاظ بكيانها كأنثى. هنتعرف عليها النهارده أستاذة منت شركس. أنا مبسوطة جدا إن حضرتك معانا النهارده، انا كمان يا اماني. شرفاني جدا جدا في حكايتها بودكاست، انا كمان. وبجد متشكرة على وقتك، وأنا عارفة وقتك العكس. قد إيه محدود، بس لا بجد بالعكس. يعني شكرا ليكي انا ولدعمك مبسوطه. للحكايات والإلهام للسيدات اللي ممكن يتعرفوا على حكايتك ويقدروا إن هم يعملوا أي حاجة من الحاجات اللي حضرتك عملتيها. الله يخليكي، بشكرك طبعا يا اماني، وانا متشرفه اني معاكي. يمكن احنا اتقابلنا في كذا فورم قبل بالظبط كده كده وحصل، يعني انت من الناس اللي حصل كليك كده زي ما بيقولوا والله من بيني أول مرة وبينهم فعلا فعلا. فلا متشرفه، ودي حاجه تسعدني ان انا كلامي يا رب يبقى فيه فايده، او الناس تحس بإلهام او ده بأي أكيد، انسبريشن ده أكيد. من. أنا شخصيًا لمّا سمعت الspeech بتاعتِك في أول مرّة أنا كنت فعلًا ربنا يخليكي. بجد ما شاء الله، الله أكبر يعني. ميرسي. قبل كده بس عايزين لو أنا أقول لِك بقى لو أنتِ الحكاية هتحكي لنا إيه وتعرّفي نَفْسِك إزاي وتقولي لنا إزاي حكايتِك كانت عاملة إزاي في الأول؟ هابدأ بالبدايات كالعادة يعني. أنا اسمي منة الله وجدي شركس، بنت اسكندرانية، إمم، اتولدت في اسكندرية. أجدع ناس والله. الله يخليكِ. بابايا ومامتي، مامتي كانت بتشتغل، she's retired دلوقتي يعني ربنا يديها الصحة، بس كانت بتشتغل she was a banker. بابايا كان أستاذ في الجامعة، هو أستاذ accounting وauditing في الجامعة برّه مصر يعني ما كانش في إمم، مصر. ومامتي وبابايا they got divorced وأنا صغيرة وأنا عندي 8 سنين. أوكي. والحقيقة I was privileged، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني بزوج عظيم، كان أب تاني ليّا. فأنا الحقيقة كنت محظوظة إن أنا دايمًا لمّا كان حد بيقول لي اوصفي لنا طفولتِك يعني، فكنت باقول أنا محظوظة لإن أنا في بيت مع الحقيقة رائعة يعني، وجوز كان أكتر من أب ليّا الحقيقة، الله يرحمه يعني هو اتوفى من سنتين. وأبويا هو ما كانش عايش معايا طبعًا physically يعني، لكن بابايا كان رائع الحقيقة برضه، كان أستاذ في الجامعة وكان ملهم جدًا، جدًا. وجدتي أنا أدين بالفضل بشكل كبير جدًا لجدتي مامة مامتي، إنها برضه كانت عايشة معانا، هي اللي علّمتني وخلّتني شاطرة في المدرسة وكانت دايمًا كده زي ما بيقولوا guard يعني على طول متولياكِ. بتحرسني من كل أيوه. حاجة يعني، وهي اللي علّمتني أقرا قرآن كل يوم. ف فدي كانت طفولتي. فأنا الحمد لله كانت طفولة جميلة ومحظوظة، وعندي كان صحاب رائعين سواء في المدرسة أو overall في إسكندرية من صحابنا أو من قرايبنا أو كده. حضرتك بس عندِك أخوات والّا كنتِ؟ عندي أخ من والدتي أوكي، أحمد، أوكي. وهو أخويا الصغير يعني أصغر مني ب13 سنة، هو ما شاء بيشتغل الله. في آمم هيئة قضاء الدولة. ما شاء الله. وand he's ما شاء الله يعني he's doing amazing job الحمد لله. بس فالحمد لله كانت طفولة جميلة آه، بس الطفولة كانت دايمًا فيها تنافس عشان أبقى fair. آه، يعني أنا مامتي مدرستها دايمًا إنِّك لازم تبقي الأولى، لازم تبقي آه، perfect. أوكي. وجدتي كانت كده، إن جدتي كانت شاطرة جدًا برضه في المدرسة وكانت بتشتغل. يعني أنا جدتي كانت من أوائل السيدات اللي في الأربعينات كانت بتشتغل، كانت مدرسة وكانت بعد كده بقت نظرة، وكيلة ما شاء وهكذا. الله. فهُم الاتنين الحقيقة حطّوا فيّا يعني مامتي وجدتي حتّة التنافس أو إن أنتِ تبقي إمم، competitive دايمًا. ثانية فكنت واحدة. أنا الحمد لله يعني عندي حتّة التنافس، بس
ما اقدرش انكر انها وانا صغيره كانت بتيجي شويه عليا، يعني إمم. الحته بتاعت بقى يعني جالي قولون عصبي من وانا مثلا عندي 14 سنه، من ياه! كتر عارفه ان انت عايزه آه. تبقي على طول النمره واقفة واحد وما على طراطيف تغلطيش صوابعِك. وما ينفعش تغلطي وحاجات كده. ويعني وخليني اقول لك برضو، وانا دلوقتي بربي بنتي، انا بنتي عندها 12 سنه، فوانا بربيها دلوقتي بصراحه اتعلمت من اللي حصل إمم. فيا. إمم. بpush her إنها تبقى أحسن، بس بpush her to a limit، يعني إمم. لازم أpush her وأنا في دماغي الcapabilities بتاعتها إيه. آه. آه. خلّي بالِك برضه زمان أهالينا ما كانش عندهم الوعي ده. بالضبط كده. كانت الفكرة إنِّك لازم تبقي الأولى، ولازم آه. تدخلي مثلًا هندسة، طِب، آه. عشان تبقي آه. شاطرة and so آه. on. آه. ده كان الفكر زمان، بس ما أقدرش أنكر إن هو على قد ما كنت وأنا صغيرة بيضايقني، على قد ما فادني to great extent أكيد. بعد كده يعني. بس وبعدين كمّلت بقى، دخلت طبعًا كنت في مدرسة في إسكندرية، والحمد لله برضه كنت شاطرة في المدرسة، وبعدين دخلت الجامعة، دخلت تجارة English في فعلًا. إسكندرية، كنت آه. accounting major، كنت تالت دفعة تجارة إنجليزي في جامعة إسكندرية. وده كان بعد عشان والدِك finance والّا ما خالص، جات كده بالعكس بالصدفة؟ خالص، جات بالصدفة البحتة. أنا الحمد لله مجموعي كان عالي في ثانوية عامة، وكان عندي كل الoptions إن أنا آجي القاهرة وأنا مقيمة في إسكندرية، كان عندي option سياسة واقتصاد، تجارة خارجية، آثار، ألسُن. أنتِ عارفة وإحنا صغيرين كمان ما آه. فيش حاجة في دماغِك، يعني وأنا صغيرة طول حياتي أنا حتى وأنا صغيرة كنت أمسك ورق وأكني باكتب، وماسكة file ورايحة، دي اللعبة بتاعتي، يعني حتى وأنا لوحدي كنت ألعب أيوه. كده. بس في فترة من الفترات وأنا مثلًا في إعدادي كان عندي هَوَس بفكرة إن أنا أبقى سفيرة، وإن أنا أبقى وكنت عايزة أبقى سفيرة مصر في اليابان. فعلًا. لإن أنا عندي لحد النهارده باحب اليابان جدًا. فيعني فلمّا لقيت آه. إن كل الجامعات للأسف في القاهرة، وكنت لسه صغيرة ومش عايزة أسيب إسكندرية أيوه. ومش عايزة أبعد آه. عن مامتي وصحابي آه. والمجتمع اللي حواليّا، فكانت الحياة الجامعة هناك تعتبر جديدة، كانت لسه آه. تالت دفعة. آه. وكمان بما إن بابايا يعني عنده الbackground بتاعة الaccounting وكده، فقُلت it's good وهيفتح لي بقى باب business، ولقيت ناس كتير من دفعتي داخلين المجال فاتشجعتِ يعني. على القصة اتشجعت دي. جدًا. بس أوكي. والحمد لله كمّلت وخلّصت الجامعة واتعيّنت معيدة في الجامعة. فعلًا. اتعيّنت سَنة. آه. هو طبعًا مجال جميل يعني، إمم. بس أنا ما كنتش حابّاه عشان أبقى إمم. fair. أنا كنت عايزة أتخرّج عشان أشتغل، إمم. يعني من وأنا صغيّرة أنا عايزة أتخرّج وأشتغل وأثبت نَفْسي وأبقى مش عارف مين، عندي الحتّة دي من وأنا صغيّرة. ولكن لمّا ما جات لي لقيتيهاش في الأكاديمية. بُصّي عمرها ما استهوتني عشان أبقى fair، إمم. يعني إمم. عمري ما كنت باذاكر عشان أبقى مُعيدة، أنا أوكي. كنت باذاكر عشان لازم أذاكر. آه. يعني أنا كانت حتى في دماغي كنت أقول إيه، الناس أهالينا شُغلتهم إن هم يشتغلوا، إمم. الطالب أو الطالبة شُغلتهم إن هم إيه، يذاكروا. بس صح. شُغلتهم يذاكروا. إمم. يعني إمم. حتى أنا دايمًا باقول لبنتي كده، أنتِ your job إنِّك تذاكري، إمم. زي ما أنا I job إن أنا أشتغل، زي ما باباها أو جوزي إن إحنا نشتغل وهكذا. إمم. بس قعدت يعني المُعيدة للأسف مامتي طبعًا كانت مصممة إن أنا أروح وأجرّب، لإنه staff الجامعة ما أقدرش إمم. أنكر من أكتر الشغلانات الحقيقة ليها احترامها يعني، وليها قُدسيتها زي ما بيقولوا. فرُحت لمدة قعدت حوالي سَنة، بس ما الحقيقة ما لقيتش نَفْسي يعني، إمم. هو مجال إمم. جميل للي بيحبّه، بس إمم. أنا ما لقيتش نَفْسي، أنا عايزة أشتغل، مش إمم. عايزة أفضل بقى إمم. أذاكر إمم. وطبعًا الحمد وتقولي لله لقيت نَفْسي إن أنا ادّيت كام محاضرة كده، حاجات صغيّرة إمم. أوي، فلقيت نَفْسي في الحتّة بتاعة الpresentation وأنا إمم. ممكن ألقي حاجة إمم. أو كده. طبعًا كنت لسه صغيّرة أوي يعني، كنت إمم. لسه أول ما اتخرّجت، إمم. بس لقيت نَفْسي في الحتّة دي، بس في نَفْس الوقت مش حابة مش هي دي السلك الشغلانة، الأكاديمي يعني، مش هو ده مش ده الpassion اللي بتاعي. كنتِ بتدوّري عليه. فسبحان الله ساعتها كانت الشركة اللي أنا اتعيّنت فيها كانت بتاخد ناس، اللي هي Unilever كانت في آه. إسكندرية، آه. وكان زمايلي كتير جدًا بيعملوها. فأنا فاكرة حتى صحابي كانوا قاعدين عندي في الliving room بيملوا الapplication، زمان بقى كانت application أيوه، عشان ورق، تقدري تخشي. ما فيش website وكده، مليت الapplication وسبحان الله دخلت Unilever من باب كمان الحمد لله اللي هو بيسموه الmanagement trainees، أو اللي هو الpotential دي calibers نقطة. يعني. فده فادني الحقيقة ما إمم. أقدرش أنكر يعني، عشان لفيتِ فادني على كل الأقسام بالضبط وقدرتِ كده. تشوفي. بالضبط، ودخلت فدي من باب الإدارة المالية لإن أنا متخرّجة من قسم آه. المحاسبة، فدخلت من باب الإدارة المالية وكمّلت بقى، قعدت في الشركة في Unilever 22 سَنة. ما شاء الله. اشتغلت بقى كل حاجة، اشتغلت وحاجة من الحاجات اللي كانت فارقة جدًا في حياتي، على الرغم إن أنا بدأت في الإدارة المالية، لكن بعد 4 سنين لقيت في interview في الsales والmarketing. كان إمم. ساعتها كان marketing يعني في إمم. التسويق. طبعًا زي ما حضرتك عارفة في الFMCGs
بتلاقي ان البيع والماركتنج او التسويق والبيع دول بيبقى عليهم العين كل دايما على السبوت الفوكس، لايتس، ايوه يعني لان بالظبط. هم في الاخر هم المطبخ اللي بيطلع كل حاجه، بيطلع البلانز، بيطلع البرودكتس بيجيب وهكذا. الارقام. واللي بيجيب ارقام طبعا السيلز. اه دايما يعني انا بشبههم دول اللي هم في الملعب، وبقيه الاقسام كلها اللي بتبقى الجهاز الفني بالظبط. اه وجهاز التدريب وجهاز الكوتشنج اه وهكذا. اه فانا كنت مغرومه اه بالماركتنج والسيلز. والسيلز الحقيقه. اه فرحت قدمت، كان في بوزيشن ساعتها جوه الشركه، واحنا في الشركات الكبيره دايما بيحصل internal recruitment، يعني بيقولوا مثلا vacancy is available ده. فرحت قدمت واترفضت، ما ياه. اتقبلتش. اه كان بوزيشن ماركتنج ساعتها، واترفضت. قالوا لا احنا عايزين سكيلز مش لاقيينها عندك يعني. اه وفي نفس التوقيت ده كان في قسم تاني بيتكون، او يعني بدأ يتكون، كان اسمه قسم التسويق التجاري، اللي هو التريد ماركتنج او الشوبينج اه كاستمر ماركتنج. اه فساعتها المدير بتاع الاداره دي كان عارفني من الاداره الماليه، فقال لي طيب واي نوت، تعالي جوين اس. وفعلا دي كانت بدايه دخولي مجال البيع. فانا مم. بالظبط من 21 من 22، لا ما انا اسفه، من 2002 انا اسفه، اه بدات اشتغل في 22 البيع. سنة. اه اه بصي، هو طبعا المجال اللي دخلتي فيه ده مجال، عشان انا جايه من اف ام سي جي، فانا عارفه ان المجال ده بتاع ستات. م. يعني يوجوالي الرجاله هم اللي بيخشوا في المجال ده بالذات في الحته دي، في شركه كبيره زي اللي كنت فيها. فازاي دون قدر يبقى ليه تاثير عليكي؟ وهل حصل لك معوقات في الطريق خلّيتِك تبقي من جوّه موجوعة من حاجات معيّنة، وإزاي قدرتِ تتخطّيها؟ على موضوع مجال البيع الحقيقة، يعني لو بنتكلم على معوقات، علشان إمم، الماجورتي رجالة الحقيقة أنا لما دخلت مجال البيع، أنت عارفة البيع أقسام مختلفة أو إمم، إدارات مختلفة. أنا دخلت من الباب اللي هو له علاقة بوضع الخطط بتاعة القنوات البيعية المختلفة، إزاي النهاردة إن إحنا بالبلدي دايما بقول نسوق المنتج، بس مش للمستهلك النهائي، للتريد، او نسوقه إمم، للمنافذ البيعيه المختلفه إمم، حسب قنوات البيع، اي كوميرس، مودرن إمم، تريد، جنرال تريد وهكذا. فانا لما دخلت الحقيقه كان عادي، ما حسيتش باي حاجه، وفضلت بقى مكمله في المجال ده، وسافرت بره مصر، اشتغلت كمان 3 سنين بره، وبعدين رجعت اتجوزت، وبعدين خلفت. فوانا بعد الماتيرنتي الحقيقه انا اللي طلبت من مديريني ساعتها ان انا اشتغل في الجنرال تريد. إمم، الجنرال تريد اللي هي المجال الاكبر من السوق بتاعنا، اللي هو البقالات، تجار الجمله، المنافذ الموجوده في الريف المصري وهكذا. وده كان طلب غريب شويه، إمم، لان احنا في مصر المجال ده دايما اللي بتلاقيه بيشتغل فيه رجال، واللي بيقودوا كمان بيبقوا رجال. إمم، إمم، فانا ليه طلبت ده؟ طلبت لان انا عارفه لو انا عايزه اخد اي مركز قيادي في الشركه، او في شركه اف ام سي جي حتى تانية في مصر، لازم اكون فاهمه إمم، الشانل دي، او فاهمه الحته دي، وفاهمه ازاي التعامل، وما بقاش بس مجرد ان انا فاهماه عن بعد، لا ابقى إمم، في المطبخ نفسه، وابقى فاهمه أوكي، تفاصيله. أوكي، والحقيقه انا كنت محظوظه ان انا كان عندي مديرين مقدرين الكونتريبيوشن بتاعي، وشايفين ان انا هقدر ان انا اعمل الدور ده. وفعلا اشتغلت في الجنرال تريد لمده 3 سنين، وكانوا الحقيقه من احلى 3 سنين انا اشتغلتهم. طبعا موضوع جديد جدا بالنسبه لي، المجال ما كانش فيه سيدات قبل كده، يعني انا كنت اول واحده ست في شركتي تاخد المنصب ده. أوكي. فكان حاجه بالنسبه لي، طبعا كان التيم مستغرب شويه، يعني انت فاهمه وأنتِ برضو. اللي طالباه. وانا اللي طالباه. يعني والتيم أنتِ. كان مستغرب انه طب دي ما اشتغلتش قبل كده. معظم الناس في الجنرال تريد بيبقوا بادئين الموضوع من تحت، يعني بادئينه من تحت، ففاهمين طبعا تفاصيل ممكن انا ما كنتش إمم، ملمه بيها. إمم، لكن انا الحقيقه اللي اتعلمته، ودي من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها، وهنا انا ليا واقفه يعني الحقيقه يا مين، ان انا لو انا عايزه ان انا ادخل مجال انا ما كنتش فاهمه تفاصيل الجنرال تريد، فاهمه طبعا إمم، الشركه، وفاهمه إمم، منتجاتنا، وفاهمه الكلام ده، لكن ما اعرفش المجال ده بايدي، ما دخلتش المطبخ بايدي. إمم، انا بتفرج عليه كنت إمم. من بره، او من بوجه من بره، من موقعِك لكن التاني. ما لعبتش، ما دخلتش جوه الملعب. لكن اكتر حاجه فادتني لما دخلت جوه الملعب وابتديت ادخل مع الناس، ان انا بقيت واحده من التيم. آه، انا مش مديره عليكم، آه، احنا كلنا، كنت دايما حتى اقول لهم احنا كلنا بنلعب ماتش. آه، في حد هيقف جون، في حد هيبقى بره الملعب، في حد هيبقى مدير فني، في حد هيبقى دفاع هجوم وهكذا. إمم، كلنا لينا دور انكلودينج انا. إمم، كنت بنزل السوق واقعد بالساعات بالليل، اقعد على قهوة، اكل في اي مكان، علشان اقرب اكتر من التيم بتاعي. إمم، والحمد لله الحمد لله انا نجحت، يعني انا
شايفة الحمد لله إن أنا نجحت، لأن عندي أولًا صداقات كتيرة جدًا من الteam اللي أنا اشتغلت معاهم في الوقت ده، ولحد النهارده إحنا مع بعض، وفي منهم جُم اشتغلوا معايا كمان لمّا رُحت ليبتون يعني. أوكي. فدي من الوظيفة دي أو المنصب ده كان من أكتر الأوقات اللي عملت لي تنمية لقدراتي الشخصية، آه. وهي أهم قدرة الحقيقة، وهي التعامل قدرة مع البشر. تقبُّل إمم. الآخر، التعامل مع البشر وتقبُّل مختلفة. الآخر إمم. المختلف. بالضبط كده. لإنه مهما كان أنتِ بتبقي طالعة في بيئة واحدة، مدرسة، جامعة، نادي، إمم. صحابِك، إمم. البيئة إمم. اللي حواليكِ إمم. واحدة، إمم. لكن لمّا بتتعرّفي على culture تانية أو حد جاي من profile مختلف أو، ده أكتر وقت حصل لي فيه نضج. إمم. يعني أنا حتى باقول إمم. إن أنا نضجت مهنيًا بسبب بالحتّة الموضوع ده، دي. الحتّة تعامل دي مع آه. كل الناس، إزاي تعرفي تتكلمي، إزاي النهارده أبسط حاجة إحنا الواحد ساعات ما بياخدش باله منها، إنِّك ممكن تدخّلي مليون كلمة إنجليزي وأنتِ بتتكلمي، صحيح. إزاي النهارده تعملي كلام تعريب. مثلًا مع إمم. تاجر من التجار المحترمين اللي أنا كنت بادخل أتكلم معاهم، لازم كلّه بالعربي، طبعًا. ولازم تبقى طبعًا. الترجمة فورية في دماغِك. آه. طبعًا أنا دلوقتي أحسن بكتير، زمان ما كنتش كده، زمان كنت لازم أدخل لي في آه. كلمتين يعني. آه. في الأول كان صعب عشان أبقى صريحة معاكِ، يعني صعب بالنسبة لهم وصعب بالنسبة لي، آه. عارفة إزاي صعب تولّفي. يتقبّلوكِ عشان طبعًا، أنتِ شكلِك مختلف. مختلفة background مختلف، هو مش متعودين واحدة ومين سِت دي ما عندهاش background، آه. هم عارفينّي بس أنتِ في المكتب، إيه اللي إمم. منزّلِك معانا الشارع يعني أنتِ إمم. إمم. فوق. إمم. فما أقدرش أنكر إنه كان في الأول صعب، وكان في مش هاقول اختلافات بس كان في frictions زي ما طبعًا. بيقولوا يعني، طبعًا. اللي هو أنا شايفة إن حاجة تتعمل بطريقة معيّنة، هم شايفين تتعمل بطريقة إمم. تانية. لا يمكن إن لمّا شخص يبقى داخل على حد جديد متمرِّس وعنده خبرة، ما ينفعش إن هو يستخدم الauthority بتاعته أو آه. سُلطته عشان الحاجة دي تتم، لابد من الحوار. لازم. ولابد من الحوار اللي في الآخر نطلع مقتنعين، يعني دايمًا كنت حتى أقول لهم إيه لحد النهارده، باقول إحنا مثلًا بنتناقش في نقطة معيّنة، إمم. إحنا مش هنطلع من الباب ده غير واحنا متفقين. بالضبط كده. أنا مش جاية أثبت وجهة نظري إنها صح ولا العكس صحيح، جايين نعمل الصح. بس. آه. جايين نعمل الصح لمين؟ للbusiness في الآخر، بالضبط إحنا مش كده. بنتكلم في رأي بالضبط شخصي، كده. إحنا في الآخر كلنا بنشتغل في business، فإحنا هدفنا واحد، إمم. ودايمًا كنت باقول ما دام هدفنا واحد مش هنختلف بقى. إمم. هنختلف في الطريقة، إمم. هنروح إزاي، هنمشي بأنهي سرعة، إمم. هنلبس إيه، إمم. هناكل إيه، هنشرب هنعملها إيه، كده والّا كده. أعملها كده والّا كده، بالضبط كده. لكن الحقيقة دي كانت من أكتر الحاجات اللي فادتني يعني في الجزئية دي. طبعًا يعني حاجات كلّها مشجّعة وملهمة، بس أكيد الرحلة ما كانتش بالسهولة دي، فأكيد كان عندِك محطات اللي فعلًا تعبتِ، حسّيتِ إنِّك أنتِ بتنزلي، بس طبعًا الحمد لله بما إن أنتِ وصلتِ للمرحلة دي يبقى أكيد قدرتِ تطلّعي نَفْسِك. النقطة دي نقطة مهمة جدًا إن إحنا نقدر نسلّط عليها الضوء شوية عشان الناس تبقى فاهمة إن في خلال رحلتنا الحياة بتاخدنا تحت وفوق. طبعًا. نعمل إيه لمّا ننزل ونطلع إزاي؟ لإن ساعات كتير أوي لمّا بننزل ما بنعرفش نطلّع نَفْسينا تاني. صحيح. يعني أنا هاقول لِك خلال مشواري كُلّه، وطبعًا النقطة الأخيرة دي أنا كانت طبعًا صعبة بالنسبة لي، إنِّك تتعاملي مع team جديد، team إمم. مختلف، team أول مرّة يبقى في واحدة سِت إمم. بتبقى هي المديرة أو القائدة. إزاي تعملي الbalance ده، دي كانت في حد ذاتها طبعًا كان يعتبر في أولها كانت تعتبر معوقات يعني. إمم. والحاجة التانية الحقيقة هي معوقات اللي بتبقى خلّيني أقول لِك اللي هي الmental أو اللي بتبقى في إمم. دماغِك. إمم. زي ما قُلت لِك أنا في الأول يا أماني I'm competitive by nature، يعني أنا أوكي. عندي الحتّة الcompetitiveness آه. دي. ساعات بسبب الcompetitiveness دي بالذات في أول كاريري، أنا كنت ممكن أبان للبعض الآخر إن أنا عارفة بيسموها إيه، إن أنتِ جاية عليّا، يعني إن أنا باخد مساحة زمايلي، أو إن أنا عايزة آخد مساحة أوكي. أوكي. الteam اللي شغال معايا، أوكي. وكان بيحصل فعلًا مضايقات من الteams بتاعتي، وما كنتش بابقى آه. شايفة ده، آه. عشان آه. أبقى صريحة مع إنِّك معاكِ. أنتِ كنتِ قصدِك نيّتِك أنا تساعدي. competitive، لأ أنا عايزة تنافسية. أبقى عايزة. أحسن، عايزة أكبر، إمم. عايزة أبقى متفوقة في الحاجة إمم. الفلانية أو. دي كان ساعات بيبقى ليها المردود غير جيد على اللي حواليّا، إمم. وما كنتش باعرف أقرا الsignals دي، يعني ما أوكي. كنتش باعرف. كنت ملخومة في. ألاقي إن الشخص التاني مثلًا متغيّر معايا، أو زميلي أو آه. زميلتي متغيّرين آه. معايا، وأنا آه. مش فاهمة ليه، آه. لحد لمّا فهمت، والحقيقة أنا فهمت the hard way عشان أبقى fair. إمم. فهمت عن طريق confrontation، يعني فعلًا. مواجهة مع كذا حد من زمايلي 2 أو 3 الحقيقة واجهوني بالنقطة دي. إمم. على قد ما كانت قاسية جدًا ساعتها، على قد ما كانت wake up
كول مهمة جدا بالنسبة بس لي كويس قوي ان او هم واجهوكي. طبعا كانت اه، مواجهة لان ممكن ما كانش تحصل. لانه بالظبط، لانه عارفة لما لما كنتي بتبقي ايوه. فرحانة اه. بنفسك اه. ومش عارف مين وطايره. وطايرة وكده، مم. لا، مهم انك مم. تنزلي ويحصل المواجهة دي. فدي كانت من اكتر الحاجات، مش هقول لك معوقات من من العالم الخارجي، هي مم. معوقات كانت عندي انا، كانت في مم. ذهني انا مم. او مم. عندي انا. مم. فان الواحد يوصل بالسيلف اويرنس، انه يبقى عنده الوعي الكامل، انه كمان يسمع مم. ويستفيد. لان خلي بالك برضو في الاول، اول حاجه الواحد بيبقى ديفensive، يعني طبعا بيبقى اكيد هم دفاعي. غيرانين، هم هم مش عارف اكيد انا ايه. كويسه بس مش اه عارف ايه. it took me some time، اخد مني شويه وقت علشان لحد تستوعبي. لما استوعبت ده. مم. ومن ساعتها، يعني من ساعه ما استوعبت ده، طبعا الموضوع فرق معايا جدا. مم. المعوقات التانية مثلا اللي قابلتني، ان انا في فتره من الفترات خلاص I got stuck مم. زي ما بيقولوا. يعني ايه got stuck؟ وصلتي لوظيفه معينه، خلاص انا مش قعدت عارفه تكبري مش عارفه بقى. اكبر. اه. في اسباب كتيره، ممكن يبقوا زمايلي اللي كانوا حواليا عندهم فرص الترقي، عندهم اكسبوجر احسن مني وعندهم خبره احسن مني مم. في الفتره دي. ممكن علشان انا كنت ساعات في فتره من الفترات بتشاف مثلا انه لا، ده هي شويه بصي، يعني والله. في فتره اه. من مم. فتره من الفترات. مم. I'm not مم. shying away to be honest، مم. يعني مش مم. بتكسف ان انا اقول كده، لا صح، مهم لانه قوي. دي حاجه انا اتعلمتها. فالحاجات دي علمتني، على قد ما انا كنت ساعتها زعلانه ان انا قعدت فتره طويله مثلا مش بترقى او مش مم. باخد فرص تانية مم. او على قد ما انا بجد بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا اخدت الفتره دي، لان حصل لي نمو شديد جدا في مهاراتي الشخصيه، مم. اللي خلتني النهارده قاعده بتكلم مع حضرتك، اوكي. اللي خلتني النهارده اعرف ان انا اخد المنصب اللي انا ماسكاه دلوقتي كجنرال مانجر للشركه اللي انا فيها حاليا. مم. ف ساعات الواحد بيبقى المعوقات مش من براه، ساعات مم. المعوقات بتبقى جواه. جواه. هو عادة بتبقى جواه. صحيح. يعني اللي صحيح. براه دي في السيركل بتاعت براكي، انما السيركل بتاعتك انت تقدري تلعبي فيها زي ما انت عايزه. طبعا. اه. وده اداني الحقيقه كمان نقطه، يعني انا الحمد لله طول عمري عندي ثقه بالنفس، بس كل لما بيبقى عندي السيلف اويرنس ده، مش بس بيبقى ثقه بالنفس، بيبقى سلام نفسي. اه. اه. يعني مش بس الثقة بالنفس، لأن أنا ساعات ممكن الثقة بالنفس اللي حواليا ممكن يشوفوها بشكل مختلف. يشوفوها intimidating أو يشوفوها اه. محفزة أو اه. يعني egoistic، اه أو بالظبط فيها كده، ايجو فيها غرور أو شوية. فيها اه. غرور اه. أو اه. لكن إن الواحدة النهاردة أو الشخص، راجل أو ست على فكرة، امم. يبقى عنده هذا الوعي، دي من أكتر الحاجات اللي بتعمل سلام داخلي. خلاص ما تبقيش خايفة بقى الكلمة دي اتفهمت ازاي، امم. التصرف ده اتفهم ازاي، امم. الإيماءة دي اتفهمت ازاي، النظرة، لا خلاص. امم. لان الواحد اتعلم، انا بالظبط. اتعلمت النهارده مثلا في مواقف معينه، لا ما تتكيش قوي. امم. يعني لو في موقف النهارده بالذات، انا حاليا كمان مع التيمز اللي معايا، انا دوري النهارده انا ما بشتغلش حاجه بايدي، ايوه. انا دوري اكتر اداري مايسترو. وتوجيهي امم. بالظبط. التوجيه ده النهارده له طريقه، امم. مش كل الناس بتتوجه بنفس الطريقه، صح. ومش كل الناس اعرف ان انا ممكن ابقى متضايقه من حاجه معينه مثلا حصلت في الشغل، ما ينفعش مضايقتي دي تبان على البادي لانجوج بتاعي، امم. لان تاثيرها على الناس مختلف. صح. وانا في ناس النهارده كله بيشتغلوا. بيتفرج، بيبص طبعا. لك هتكلميني ازاي، هتقولي ازاي؟ بتبص ازاي، طب هي قصدها ايه، طبعا. طب ايه، طبعا فبالتالي. حتى الهزار، خلي بالك، ايوه. يعني حتى الهزار، احنا عارفه المصريين احنا بنحب على نهزر. طول طول النهار و... قفشات. واحنا الحمد لله كمان في مصر، يعني احنا الكالتشر بتاعتنا في مصر دايما تحسي ان انت في الشغل اكنك دول صحابك بقى، يعني انت عيلتك قاعده التانية. اه. 8 9 صح. ساعات واكلين شاربين نضحك نعمل، كلنا عارفين اخبار بعض، دي مش عارف ايه في بيتها، ايه دي جوزها امم. ايه، دي باباها ايه، دي بنتها ايه، وهكذا، كلنا عارفين بعض. امم. بس ساعات في برضه ثين لاين لازم نبقى واخدين بالنا منه، امم. امم. سواء انا مدير او زميل، امم. لان في خط رفيع لازم نبقى واخدين بالنا منه، امم. في اطار النهارده بوليسي احنا شغالين بيها، امم. ما ينفعش نطلع براها، وهو صح. اطار المهنيه، ايا بالظبط كانت كده. الشركه اللي احنا شغالين فيها، بالظبط ايا كده. كان المكان اللي احنا شغالين فيه. امم. انت بقى ادوارك كتيرة، انت زوجة وام وطبعا مدير عام. طيب المدير العام احنا شايفينه وشايفين نجاحات وشايفين ورا الكواليس دي، احنا مش شايفين منت يعني عملت ازاي في دورها كأم وكزوجة، وازاي قدرتي توفقي وهل عدى بيكي برضو لحظات ما قدرتيش تشوفي فيها نفسك، ومين اللي قدر يشوفك في الوقت ده؟
بُصّي، أول طبعًا الجواز كان لأ، يعني الحمد لله أنا جوزي بيشتغل برضه كان corporate ساعتها وأنا corporate فeverything was fine هو فاهم كمان الموضوع ده، الحقيقة أنا محظوظة برضه إن جوزي فاهم يعني إيه عمل السِت، يعني إمم. فاهم إن أنا باشتغل sorry وعندي my own career وهكذا، فلحد طبعًا ما خلّفت. لمّا خلّفت عارفة بيبقى الواحد وأنا حامل كنت excited وفرحانة جدًا بقى بالbaby وهيحصل إيه ومش عارف إيه، مش بافكّر طَب بعد كده هيحصل إيه؟ آه. طَب هاخد بالي إزاي من الbaby؟ هارجع إمم. الشغل. في فترة من الفترات قررت وأنا حامل إن أنا خلاص هابطّل شغل، وإن أنا هابقى قاعدة للطفل يعني، كنت آه. ساعتها مش عارفة حتى آه. بنت والّا ولد، آه. وإن أنا هابطّل شغل. أكتر حاجة فادتني الحقيقة إن جوزي ما كانش بيقول لي مثلًا اعملي كذا أو لأ. أو اعملي لأ، كان يقول لي: "أنتِ عايزة إيه، تبطّلي شغل؟ خلاص بطّلي شغل، إمم. شوفي هتقدري طيب، لأ طَب أنا يوم أقول لأ، ده أنا مش هابطّل شغل، إمم. خلاص ما تبطّليش شغل." إمم. لأ، مش عارف إيه، يعني عكس مثلًا مامتي لأ، لازم تشتغلي آه. وحتى بعد ما آه. تخلّفي آه. ولازم آه. مش عارف إيه and so on. لكن برضه أنا الحمد لله النقطة اللي فادتني to great extent أو بشكل كبير جدًا، إن أنا من بدري ابتديت أكوّن فكرة الsupport system يا أمان. آه، دي ودي نقطة نقطة أنا مهمة. باقولها لكل إمم. الناس الحقيقة اللي إمم. بتسألني سواء حتى زمايلي في الشغل sorry وsupport system اللي أنا أقصدها مش بس إن أنا يبقى عندي مثلًا help في البيت هيساعدني لأ support system كمان across أنا كمان كنت محظوظة الحقيقة، لإن أنا حماتي وأخت جوزي مُقيمين هنا في القاهرة، أنا مامتي في إسكندرية، إمم. بس حماتي وأخت جوزي مُقيمين هنا في القاهرة، والحقيقة شالوا بنتي بشكل كبير جدًا أول ما آه، أنتِ اتولدت. اتجوزتِ وجيتِ على القاهرة. لأ أنا اتجوزت في القاهرة، وأنا آه، كنت أنتِ في اتجوزتِ في القاهرة القاهرة. آه، لإن كنت من أوكي. الأول برّه مصر، قعدت 3 سنين برّه آه. مصر، آه. رجعت وأنا باشتغل يعني، رجعت هنا بعدها ب6 شهور اتجوزت، يعني قابلت آه، جوزي أوكي. واتجوزنا يعني. أوكي. فكنت محظوظة الحقيقة لإن أنا حماتي يعني سيدة عظيمة الحقيقة، وأخت جوزي برضه بنوتة جميلة ومحترمة جدًا، وهُم وقفوا معايا الحقيقة جدًا إمم. ولحد النهارده يعني في فريدة بنتي، أوكي. إزاي أخدوا بالها لإن كانت لسه baby خالص، أنا صح. نزلت الشغل كان عندها كام، كان عندها 5 شهور ونُص، 6 شهور. آه، أنتِ فنزلت عكس اللي كنتِ نِفْسِك فيه نزلت تمامًا. نزلت لإني ابتديت كنت زهقت بقى، إمم. وكذا حد وفي الفترة دي برضه دي نقطة برضه مهمة، أنا في الفترة دي ابتدى ييجي لي عارفة اللي هو زي anxiety إمم. وإن أنا أم مش كويسة وإن أنا مش أيوه. هاعرف أوفّق بين الأدوار إمم. بتاعتي وإن جلد الذات بقى. لمّا البيت مثلًا إمم. يبقى ملخبط يبقى البيت وِحِش عشان أنا مش كويسة وهكذا. إمم. في الفترة دي عملت coaching. فعلًا. أخدت آه. coaching الحقيقة هي صديقة يعني، آه. فعملت معاها coaching لمدة يمكن 3 شهور أو حاجة، واحدة، واحدة لحد ما كل الfeelings دي ابتديت إن إمم. أنا تهدى يعني إمم. عندي. بس back again للsupport system الصراحة، أنا الsupport system بتاعي غير الأهل طبعًا زي ما كنت باقول لِك أو يبقى عندي مثلًا حد بيساعدني أو كذا، support system across يعني أنا اتعرّفت على جيراني كلّهم. إمم. اتعرّفت على والله، اتعرّفت على لمّا بنتي كبرت شوية وابتدت تدخل الحضانة، اتعرّفت على أمهات صحابها، آه. اتعرّفت على يعني name it كل الناس اللي آه. حواليّا عملتِ اتعرّفت الشبكة عليهم، أولًا علشان أنا عايزة أبني مجتمع كمان ليّا ولبنتي، آه. بنتي صغيّرة، صح. وفي نفس الوقت لإنه الدنيا ما تسلمش، افرضي لا آه. قدّر الله أنا مسافرة، أنا صح. بيحصل إن أنا بابقى مسافرة، إمم. طَب مين هياخد باله إمم. من إمم. بنتي؟ وبنتي صغيّرة لمّا كنت باسافر مثلًا كنت باضطر مامتي أو حماتي ييجوا يقعدوا طبعًا بيها، أو إن أنا أودّيها لمامتي إسكندرية، آه. قصة، الموضوع طبعًا. ما كانش إمم. سهل، بصراحة ما كانش سهل عليّا أنا كمان، لإن إمم. أنا برضه دماغي الguilt ده بيطلع على كنتِ طول، حاسة على طول إنِّك أنتِ في تأنيب تأثير الضمير مأثّرة على بشكل طول، معيّن. ده على آه. طول، لحد آه. ما هي بنتي مثلًا يمكن مثلًا لحد يمكن 5 سنين فاتوا، أنا كنت حاسة ياه! بتأنيب ضمير towards her، يعني إمم. مثلًا في الحضانة كنت دايمًا أعمل لها extra hours إمم. علشان تقعد أطول، إمم. بس ده برضه نقطة تانية، يعني برضه باحمد ربنا سبحانه وتعالى، يمكن أنا عشان بنتي دخلت الحضانة بدري جدًا، إمم. دخلت عندها سنة و5 شهور أول ما مشيت يعني، أوكي. دخلت المدرسة relatively بدري برضه آه. 3 سنين ونُص، إمم. بس دلوقتي وأنا باشوفها يعني ما شاء الله ربنا يحفظها، لأ أنا مبسوطة لإن شخصيتها اتكوّنت، ابتدى يبقى عندها رأي، اتحطّت لوحدها وهي في سِن صغير، أوكي. فابتدت تعرف تعمل حاجات خلاص لوحدها، إمم. ابتدت تتحكّم في مشاعرها إمم. أحسن، إمم. طبعًا بالوقت يعني طبعًا. إمم. مش من day one. إمم. لكن ما أقدرش أنكر إنه طبعًا عدّى عليّا أوقات صعبة جدًا، لإن إمم. بابقى
على طول حاسة بتأنيب ضمير، لو لا قدر الله بنتي مثلًا تعبانة في يوم وأنا عندي meeting مهم لازم أحضره، دي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي. أوكي، هاعمل إيه؟ أوكي. أسيبها مثلًا مع help مثلًا، طب إمم، أقول لحد إمم، ييجي مثلًا سخنة لو لا قدر الله. إمم، وفي بصراحة ما أقدرش أنكر إن بيئة العمل ساعات بتساعد كمان، يعني إمم، طول ما بيئة العمل النهارده مقدّرة إن الست أو الراجل by the way، إمم، يعني مش شرط ست أو إمم، راجل. إمم، sorry. لإن ممكن ساعات الست النهارده بتشتغل وجوزها والطفل تعبان، إمم، لازم حد فيهم صح، يوازن صح، يعني. بس يعني بُصّي، عدّيت بده عن طريق الsupport system وبحاجة تانية الحقيقة، وبقُرب من ربنا سبحانه وتعالى. طبعًا سبحان إن أنا الله. كنت على طول دايمًا لمّا الدنيا خلاص ما بابقاش عارفة أعمل إيه، كنت بالجأ لربنا، كنت أقول: إمم، اللهم دبّر لي أمري إني لا أحسن التدبير. إمم، ودي دعوة الحمد لله في لساني على طول، إمم، دايمًا بادعي الدعوة دي، وربنا سبحانه وتعالى ما دام أنتِ بتجتهدي وبتاخدي بالأسباب طبعًا، مش نايمة بقى وسايبة الموضوع اتُكالِك كده. على الله، اللي هو لأ، توكُّلِك في فرق بين أيوه، الاتُّكال في والتوكُّل، التواكل بالضبط كده، والتوكُّل، بالضبط. لأ، أنا متوكّلة على حق توكُّله زي ما بيقولوا، بالضبط كده، وبادعي ربنا باشغّل دماغي. إمم، يعني اتعاملت مثلًا مع شركة وبنتي صغيّرة كانت من أوائل الشركات اللي بتعمل baby sitting في مصر. آه، ما أقول اسمها Arcus. آه، الشركة دي شركة عظيمة، فعلًا، عظيمة. لحد النهارده أنا طبعًا ما باتعاملش معاهم، بنتي كبرت خلاص، بس الشركة دي النهارده فادتني في أوقات كتيرة جدًا وبنتي كانت baby. كانوا بييجوا يقعدوا معاها عشان مثلًا مش لازم سهلة أنزل، خالص، وكلّهم بنات ما شاء الله زي الفل ومحترمات آه، وحاجة، ولحد النهارده في منهم أصدقائي، يعني فعلًا، بقينا صحاب آه، وبنتكلم على طول. وهُم اللي أخدوا to great extent أخدوا بالهم من بنتي في الأوقات اللي أنا بقى مثلًا هاضطر أخرج بالليل، مثلًا عندِك عزومات اجتماع، رمضان، عندِك عندي مثلًا اجتماع، عندي حاجة. ثواني، آه، حاضر. سواء مثلًا عندي اجتماع، عندي خروجة بالليل، عندي عزومة في رمضان، حتى ممكن أبقى في البيت بس عندي ناس، أيوه، وبنتي لازم وهي طفلة صح، لازم تنام في وقت معين وهكذا. فالحقيقة يعني أنا شغّلت مُخّي وفكّرت إزاي يبقى عندي support system عشان أعرف أتصرّف. إمم، وبارجّعه تاني للإدارة، أنا باحب الإدارة، يعني إمم، باحب إن أنا إمم، حتى لمّا باعمل طبخ أنا بادير الطبخ. يعني إمم، باحب إن أنا إيه المكونات، إزاي أبقى جاهزة، واحب الearly planning، أحب بتطبخي بقى؟ دايمًا جدًا، باحب فعلًا، الطبخ لإن جدًا، طبعًا الواحد ما بيتخيّلش إن حد ناجح وعنده شغل جدًا. وكده يبقى ليه وقت أنا كمان لازم يطبخ وأنا أصلًا، اللي باطبخ في البيت، فعلًا، طبعًا أنا لازم أطبخ في البيت ولازم يعني يوم السبت ده بيبقى يوم الطبخ بتاعي اللي باطبخه، وفي وسط الأسبوع باعمل top up ساعات كمان. آه، ودي برضه حاجة من الحاجات بتدّيني زي ما بيقولوا كده إيه inertia، بتدّيكِ طاقة أو دفعة بتدّيكِ وطاقة، energy آه، أو صح، دفعة. صح، لإن أنا بالنسبة لي الطبخ يا أماني زي الtherapy. تنفيس، بالضبط زي كده، الtherapy. صح، يعني أنا باستمتع وأنا باشتري حاجات اللي أنا إمم، هاطبخها، وباستمتع وأنا باطبخ، وباعمل روتين لازم أقعد إمم، أسمع حاجة في الbackground، أيوه، والأدوات بتاعتي تبقى إيه، أنا باستمتع بده، بالضبط، واستمتع لمّا الناس تشرّفني في البيت آه، وكده. آه، فلأ أنا لا ربنا يجعله باحب عامل جدًا دايمًا. ربنا طبعًا يخلّيكِ. محطات النجاح جميلة، بس في رحلتنا بيبقى في معانا ناس كمّلوا معانا ودعمونا، وفي ناس خذلونا. وإحساس الخذلان من الناس بالذات لمّا بيكونوا مُقرّبين مننا، بتبقى بتوجع أوي. حصل لِك ده؟ وأنا صغيرة طبعًا، وأنا صغيرة كنت باتضايق جدًا، عارفة بقى اللي هو صحاب البنات بقى، ودي مش عارف مين إمم، ومش عارف مين ما قالتليش على كذا، وأنتِ قُلتِ إمم، لفلانة وما قُلتيليش إمم، وكلام من ده. إمم، إمم، طبعًا وأنا صغيرة ده كان بيحصل، ما أقدرش إمم، أنكر. إمم، لكن the more I grow، يعني كل ما باكبر ابتديت أفهم النهارده إحنا حوالينا circles، والcircles دي عمّالة بتتغيّر. إمم، مش معنى كده إن أنتِ بتخسري حد، بس إمم، الcircle بتتغيّر. إمم، يعني الcircle ساعات بتبقى كبيرة أوي، إمم، وcircle بتبقى صغيّرة أوي. إمم، ساعات نفس الأشخاص اللي في الcircle النهارده اللي كانوا قريبين فترة من الفترات ما بقوش قريبين، إمم، بس أنتِ لمّا بتتكلموا خلاص، أنتِ بترجعوا تاني، أكنِّك كنتِ معاهم امبارح. امبارح، بالضبط كده، ودي الحقيقة حاصلة لي حاليًا دلوقتي، يعني حاصلة لي فعلًا، جدًا. أنا سِبت إسكندرية من زمان، ما باشوفش طبعًا صحابي إمم، من إسكندرية للأسف باستمرار وهكذا، وبقى عندي طبعًا هنا أصحاب community، تانيين، وكان عندي وهكذا. بس دلوقتي كل ما باكبر كل ما ابتديت ألاقي إن النهارده when you connect back، لمّا بترجعي تاني إمم، للنُقط دي بتلاقي إنِّك أنتِ لأ كأن أنتِ كنتِ معاهم امبارح، كأن أنتِ أيوه، كنت معاهم ما الأسبوع حصلش اللي فات، البُعد ده وبتقعدوا بقى كلّه، تحكوا وإيه اللي حصل ومش عارف إيه وكذا. بس مش بيبقى بالintimacy اللي كانت قبل كده، بس إمم، ما زال طبعًا في إمم، العلاقة دي. فما أقدرش أنكر إن الخذلان ساعتها كان له ترجمة غير طبعًا دلوقتي. إمم، دلوقتي أنا to great extent، يعني خلّيني أقول لِك بقى عندي فكرة إنه
ادي الاعذار إمم. للناس. الفكره دي بقت عندي كبرت قوي ده معايا طبعًا مع النضج، لإن ده طبعًا جدا، كبرت معايا مثلا اقدر اقول لك اخر إمم. 10 15 سنه. أوكي. ليه؟ لانه ما تعرفيش يعني، حتى لما اصحابي حاليا القريبين مني مثلا يقولوا لي اه مش عارف ايه حصل ايه وفلان ايه وفلانه ايه، احنا برضو شايفين دايمنشن واحد، إمم. انا ما إمم. اعرفش الدايمنشن التاني ايه. إمم. خلينا حتى اصحابي القريبين مسميني كوفي عنان عشان انا كل حاجه عارفه اللي هو سلام، السلام، المتحده. أيوه. لانه فعلا انت لكل ستوري تو آه. سايدز، كل آه. قصه ليها وجهين. آه. انا بسمع من اماني وجه، ما آه. اعرفش الوجه الاخر ايه. إمم. إمم. ودايما بتلاقيني بخلق الاعذار، آه. فلان الفلاني ما اتكلمش يمكن كذا، فلان الفلاني ما عزمش يمكن إمم. كذا، إمم. فلان الفلاني مش عارف ايه يمكن كذا. ده في الجزء الشخصي الحقيقه. إمم. في جزء الشغل انا اتعلمت برضو دي. إمم. حصل طبعا خذلان كتير إمم. عشان ابقى صريحه معاكي في إمم. الشغل يعني. إمم. لانه أم، قوانين الشغل مختلفه شويه عن القوانين البيرسونال. إمم. بمعنى في البيرسونال احنا ممكن نبقى اتنين صحاب وبنتكلم وكل حاجه وكل حاجه، بس when it comes ان حد النهارده لازم ياخد فرصه في حته تانية او في اداره تانية، الشغل مش هيقول بقى اصل دي صاحبتي او ده إمم. صاحبي او إمم. whatever. الأصح الاصح هيكون. مين؟ إمم. للأسف في ناس كانت طبعًا كويسين وكل حاجة وعلى راسي، بس كانوا بيshed light أو بيسلّطوا الضوء على المشاكل آه. اللي عندي إمم. أكتر ما يسلّطوا الضوء على النقط الإيجابية اللي الإمكانيات عندي. الحقيقية. ودي حصل لي فيها طبعًا خذلان عشان أبقى إمم. fair. إمم. balance. أنا ما عنديش مشكلة إنك تقول دي مشاكل منّة، أو دي إمم. تقول والله هي عندها المشاكل الفلانية، بس ادّي الbalance view. إمم. يعني إمم. اتخذلت إمم. طبعًا إمم. خلال إمم. الcareer بتاعي كتير. إمم. بس بس أرجع أقول طلّعتِ لِك نَفْسِك تاني. إزاي؟ بُصّي في الوقت نفسه ده يعني ساعات الواحد بيوصل لمرحلة إن هو ثقته بنَفْسه بتُقع لأ، من الحمد كلام، ما لله لأ، أنا حصلتش. دي ما حصلتليش، الحمد بس لله. كنت باعمل حاجة بقى تانية، أنا كنت بignore آه. مش سهلة برضه. تمامًا. آه. يعني كنت بignore تمامًا، يعني ممكن يبقى الشخص قدّامي وباكلمه وكل ده، بس أنا مش شايفاه. آه. أنا يعني بيدخل الكلام ويطلع من الناحية التانية، آه. خلاص عارفة اللي إمم. هو shut down أكنِّك إمم. باب وأنتِ قفلتيه، كنت بignore تمامًا. أنا لحد النهارده لو في إيميل جه ومضايقني باحطه في الarchive. إمم. خلاص اتحط في الarchive مش قدّامي، إمم. خلاص move on. إمم. واتعلمت فكرة move on، إمم. استمري، إمم. اشتغلي. إمم. وكنت دايمًا أفكّر نفسي هو أنا عايزة إيه؟ إمم. ما هو أنا لو فضلت النهارده متضايقة عشان X ضايقني أو واقعد Y أدافع بقى عن زعّلني نَفْسي وأقعد أدافع عن إمم. نفسي، في مواقف النهارده هادافع، وفي مواقف النهارده honestly إمم. مش مستاهلة إن أنا أدافع. يعني I select my battle زي ما آه بيقولوا، أنا مش بالضبط. مستاهلة إن أنا إمم. أدافع. أنا هاركّز في اللي أنا لازم أركّز فيه. أنا في الشغل جاية أعمل إيه؟ أشتغل، إمم. يبقى أركّز في إيه؟ شغلي. إمم. مش معنى كده إن أنا قاعدة لوحدي بقى في إمم. رُكن إمم. منزوي، لأ أنا هاتعامل وهاتكلم. حتى by the way الشخص اللي ضايقني النهارده أنا هاتعامل معاه كويس. إمم. وby the way لمّا الشخص اللي بيبقى عامل يعني مضايقِك أو whatever وأنتِ بتتعاملي معاه كويس، هو بيرجع النهارده ويندم، أكيد. ويرجع يقول لِك أو هي أو هو يعني يعني يرجع دي يقول لِك قوة على فكرة. جدًا. مش طبعًا، طبعًا. يعني فدي الناس اتعلمتها، يعني الناس هي جات تفتكر لي ده طيبة والّا لأ، دي no قوة، إنِّك أنتِ وقوة شديدة يعني. بالضبط كده. واتعلمت خلاص إمم. فدلوقتي يعني المضايقة ما بقتش زي زمان عشان إمم. أبقى fair يعني. إمم. ابتدى الموضوع يبقى resilient أكتر، ابتدى إمم. يبقى في resilient إمم. قوة أكتر قوة يعني. أو مثابرة أو يعني إمم. لكن ودلوقتي زي ما باقول لِك بالتمس الأعذار الحقيقة. آه. يعني أنا في حياتي سواء المهنية أو الشخصية أنا طول الخط بالتمس الأعذار. دي حاجة جميلة، مش كل الناس عندها القوة دي آه. بصراحة ما شاء الله عليكِ. في بعض الأوقات بيعدّي عليكِ فترات بتحسّي إن مش هو ده اللي أنا كنت عايزاه، أو كان نِفْسي أعمل حاجة تانية، أو إيه اللي عايزة أعمله بعد كده، فأنتِ إيه الأفكار اللي بتيجي لِك في الوقت الحالي بعد ما وصلتِ للمناصب ولمنصبِك الحالي، إيه اللي بتفكّري فيه؟ ياه! نفسي أبقى chef. فعلًا. والله نفسي أعمل my own catering company. آه. بُصّي فترة من الفترات درست coaching. إمم. يعني فترة من الفترات برضه عارفة لمّا بيحصل stagnation. إمم. أنا قعدت في فترة يعني على نفس الشغلانة فترة طويلة، فحصل لي stagnation يعني عايزة خلاص تعملي ثبات. development. إمم. فعايزة أعمل حاجة إمم. مختلفة. وكانت ساعتها صديقة ليّا مقربة يعني هي بتدرس كانت دارسة coaching، فحبيت الموضوع ده، ففعلًا دخلت ودرست أوكي. coaching قعدت تقريبًا سنتين تقريبًا.
درست coaching وقُلت خلاص بقى يعني هابقى بقى coach وأعمل بقى coaching أوكي. sessions ويعني with against money يعني آه. وكده. وبعدين جالي الحقيقة الشغلانة بتاعتي دي دلوقتي، فلقيت لأ، ده I have this passion still. آه. لكن لو تسأليني النهارده what I want to do لو أنا عندي الحرية إن أنا مثلًا أبطّل شغل دلوقتي آه. definitely إن أنا أبقى في حاجة ما ليها علاقة بالأكل، يعني food critique مثلًا catering company chef blog food blogger فعلًا. أي حاجة ليها ليها علاقة علاقة بالأكل. بالأكل أو علاقة بالsetup حوالين الأكل، آه. يعني أنا باحب ده جدًا. آه. دي it's my passion أحب أعرف باحب أوضّب، باحب آخُد أفكار بتاعة توضيب، زي تعملي curating يعني لdining table أي حاجة في المجالات دي هتلاقيني that's my ده my حاجة جميلة، passion. دي حلوة أوي، passion جميل، والطبخ أيوه، أنا أحييكِ تمامًا إن أنا عندي جدًا، نفس لذيذ أوي. نفس الحب الرهيب للطبخ مع إني باطبخ ما آكلش، مش مهم آكل. أنا أحب جدًا برضه، وأحب آه. أطبخ وأحب يبقى عندي بقى حتّة برضه لذيذة أوي، أحب مثلًا يبقى عندي ناس ممكن يبقوا جايين لي أول مرّة، آه. ممكن أعمل طبخة أول مرّة، آه. وأحُط لنفسي الchallenge إن أنا I will do it وهاعملها حلو، آه. وأقول لنفسي أنا هاعملها حلو، آه. مجرّد بس أقرا بقى الingredients وأقول لنفسي هتعمليها إن شاء الله أيوه. هتعمليها حلو، آه. وبتطلع آه. حلوة. حلوة الself talk. لأ بس ده متعة لإن مش كل الناس عندها الحب، طبعًا كل واحد بيحب أيوه، بيحب حاجة عنده يعني. شغف وبيروح في حتة معينة وقلبه بتروح في صحيح، حتة معينة، بس يعني حاجة جميلة. صحيح، طب صحيح. أنتِ النهارده لو هنقدر نقول النهارده سيدات كتير أوي هتتفرج عليكِ وهتقول وصلت وهيبصوا للcareer دَوًّا ويبقوا طبعًا نفسهم يوصلوا لأي حاجة من اللي أنتِ وصلتِ لها ما شاء الله، تنصحيهم بإيه؟ أول حاجة كوني نفسِك. مش شرط النهارده عشان صاحبتِك اشتغلت في الحتة الفلانية أو إمم. بقت في الحاجة الفلانية يبقى أنا هاعمل زيها، كوني نفسِك، إمم. لازم كل واحدة فينا تسأل هي بتحب إيه، عايزة تبقي إيه، ومش معنى اللي أنتِ عايزاه ده ما جالكيش في الأول يبقى خلاص أنتِ بقى حرمي الفوطة زي ما بيقولوا، إمم. لأ، أنا دايمًا حتى باقول حبي ما تعملي حتى تعملي ما تحبي، يعني إمم. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. لأن في الآخر ده شغل، وإحنا إمم. معظمنا بنشتغل طبعًا في جزء اللي هو الpassion وهكذا، وفي الجزء التاني الجزء المادي، طبعًا. ما طبعًا. نقدرش ننكره يعني، أكيد طبعًا. وكلنا النهارده سواء ست أو راجل بالذات لمّا بتيجي تكوّني أسرة، الطرفين محتاجين يشتغلوا مع الحياة، مع الصعوبات اللي إحنا بنشوفها كل يوم، فكوني نفسِك، اعرفي حضرتِك بتحبي إيه، إمم. مش عشان أنا صحابي مثلًا دخلوا حاجة فلانية يبقى هاعمل زيهم. ودي نصيحة الحقيقة أنا بانصحها لGen Z دلوقتي كتير لمّا إمم. بييجوا يتكلموا معايا، إمم. يعني كتير منهم النهارده they are fascinated بالstartups إمم. حابين جدًا هوس إمم. الstartups حلو على فكرة، إمم. جميل، بس مش كلنا هننجح في الstartups إمم. ليه؟ لأن الstartups لو ما فيش النهارده خبرة عشان تبني الشركة الناشئة أو الstartup للأسف مش هتعرفي تكمّليها. هتستفيدوا إزاي؟ إمم. ودي قوة النجاح، ليه النهارده الشركات الكبيرة سواء مصري أو أجنبي أو whatever ليه بتنجح؟ عشان عندهم diversity وعندهم خبرة، هو إمم. شاف النهارده مواقف زي دي قبل كده، فبيعرف إزاي يعالجها إمم. لمّا بيقابلها إمم. تاني، وعنده diversity يعني إيه diversity؟ عنده ناس different يعني background مختلفة، ممكن يبقى عندهم مؤهلات مختلفة، عندهم سنوات خبرة مختلفة، إمم. شافوا شركات تانية مختلفة، ده كله بيثري إمم. الشركة وبيثري الثقافة اللي جوّه إمم. الشركة، إمم. فكوني نَفْسِك، إمم. اعرفي حضرتِك عايزة إيه وبتحبي إيه وما إمم. بتحبيش إيه، وإيه الحاجة اللي أنتِ عايزة تعمليها، ومش شرط عشان صحابي كلّهم راحوا المجال الفلاني يبقى أنا أبقى معاهم، إمم. أنتِ بتحبي إيه، إمم. أنتِ عايزة تبقي إيه، إمم. وده هياخد وقت عشان أبقى إمم. فاهم، ده مش بالساهل إمم. برضه إمم. إحنا كسيدات أو بنات مش بالساهل، إمم. والنصيحة التانية مش معنى إن أنا النهارده اشتغلت يبقى مش هاتجوّز strong independent no بقى، اللي هي مين قال كده؟ القصة اللي هي بقى ما دام اشتغلت أنا يبقى مش يبقى محتاجة مش وأنا بالضبط. خلاص بقى مش ليه يا ماما؟ إمم. دي طبيعة، دي غريزة، حضرتِك النهارده تقدري تشتغلي وفي نفس الوقت تقدري النهارده إنِّك تعملي عيلة وتكوّني عيلة وكل ده، بس هي كلّه هنا، إمم. كلّه هنا، لازم إحنا كمان كسيدات نبقى عارفين إن إحنا لينا أدوار. إمم. إن إحنا لينا دور أنا زي ما حضرتِك قُلتِ أنا زوجة أو أم أو بنت أو صديقة أو جارة أو مديرة أو زميلة، أنا ليّا أدوار كتير، إمم. الشطارة إن أنا أعرف أعمل الأدوار دي كلّها، إمم. ولازم أنا أbalance لازم أعمل إمم. تعادل في الأدوار دي إمم. كلّها،
مين اللي هيعمل لي ده؟ هاجيب حد من برّه هو يقول لي إمم، هاعمل ده إزاي؟ يقول لي إمم، مثلًا عندِك من 3 ل6 صديقة، من آه. 6 ل9 مثلًا لأ مش طبعًا، عارف من آه، 2 ما فيش حاجة كلّه اسمها داخل في كده، بعضه، ما فيش حاجة اسمها كده، أنتِ اللي لازم يبقى عندِك إمم، الوعي ده، إمم، والست لازم يبقى عندها الوعي ده، حتى على فكرة السيدات اللي قاعدة في البيوت. إمم، يعني الست اللي قاعدة في البيوت حضرتِك بتقومي بدور عظيم، إمم، مش معنى إن حضرتِك النهارده قاعدة في البيت ما بتعمليش دور، حضرتِك بتعملي دور أعظم دور، إمم، دورِك كأم، دورِك كمربية، دورِك زوجة، كزوجة، إمم، دورِك بتاخدي بالِك من البيت، وفي نفس الوقت وأنتِ النهارده في البيت ما تسيبيش نفسِك بقى النهارده إنِّك أنتِ إمم، ما تبقيش مُطّلعة، على إمم، الأقل اطّلعي، إمم، اسمعي الأخبار. إمم، بلاش دلوقتي كمان الدنيا غير كُتب إمم، وجرايد وكلام من ده، دلوقتي كُلّه على الإنترنت وما إمم، أعرفش إيه، استفيدي بوقتِك، الوقت إمم، ده مش بس عشان أقعد أتصفّح إمم، إيه اللي بيحصل في السوشيال ميديا ومش عارف مين قال إيه ومين قالت إيه، لأ كمان استفيدي بوقتِك، واحدة، واحدة أنا من أكتر المشاريع اللي اشتغلت فيها أيام يونيليفر كان عندنا مشروع عظيم كان اسمه مشروع زينب. إمم، واشتغلت مع فريق كبير الصراحة فيه، ده كنا بنعلّم السيدات مهارات البيع وتروح تعمل عارفة دور الدلّالة؟ اللي أيوه، هي بتروح تبيع في البيوت، بس كانت بتبيع المنتجات ساعتها أيوه، أيوه، بتاعتنا. آه، قد إيه السيدات دول ملهمات يا أماني، آه، آه، ملهمات، اللي تلاقيها عندهم بتشتغل وبتاخد مثلًا المنتجات تروح تبيعها في المدرسة بتاعة ولادها، المدرسين بتوع ولادها، آه، وتبيع بالآجل، إمم، وتيجي تدّيكِ أفكار مثلًا والله أنا عندي الفكرة الفلانية دي يا أستاذة أو أعمل كذا يا إمم، أستاذ. إيه الجمال ده! إمم، إمم، مصر إمم، جميلة في إمم، الحاجات دي، إمم، فكوني نَفْسِك، اعرفي أنتِ بتحبّي إيه وما تحبّيش إيه، اعملي اللي أنتِ بتحبّيه مش اللي آخرين قالوا لِك أنتِ لازم تعمليه، بس إمم، لازم تعملي حاجة، إمم، يعني إمم، ما تسيبيش نفسِك، أبسط إمم، الأشياء خالص، خالص أبسط الأشياء خليكِ مُطّلعة، إمم، عشان لمّا تقعدي النهارده في حوار مع حد تعرفي تقولي وجهة نظرِك، إمم، وقولي رأيِك ما تخافيش، إمم، إمم، واتكلّمي بس كلّه في إطار من الاحترام. إمم، والاختلاف حلو، دي برضه نقطة أنا دايمًا باقولها، الاختلاف مش وِحِش، إمم، إن تلاقي حد النهارده مختلف معاكِ بالذات في مجال العمل، مش معناه إنه بيكرهِك، إمم، مش معناه إن هو عدوِّك، مش إمم، معناه إن هو ده ما بيدّيكِ وجهة بيحبنيش نظر عشان مختلفة، أنا واحدة سِت إمم، بقى وهو آه، راجل، إمم، شيلي الأفكار دي من إمم، دماغِك، أنتِ إنسان، جوّه إمم، بيئة العمل أنتِ إنسان، اشتغلي كإنسان، إمم، ركّزي في شغلِك، لا يمكن حد هييجي يقول والله أصل دي قالت أو دي عادت وأنتِ مركّزة في شغلِك. إمم، شغلِك هو اللي هيتكلم عنِّك. إمم، plus حاجة تانية اتعاملي كإنسان، مش كبقى أنا سِت أو أنا بنت وهُم مش واخدين بالهم منّي آه، وأنا لازم أبقى لأ، أثبت نفسي بقى حضرتِك إمم، النهارده ليكِ حقوق وليكِ واجبات، إمم، زيّها زي الراجل. إمم، يعني بالبلدي ما تستضعفيش عشان تطلبي مثلًا تقدير أكتر أو إمم، appreciation إمم، أكتر أو إمم، مش أي ما حاجة تعيشيش في أكتر. دور الضحية، no، إمم، أنتِ إنسان داخل بيئة العمل. بصراحة نصيحة جامدة جدًا وجميلة، وده يخلّينا نروح لسؤال أنتِ عايزة تسيبي اسم مِنّة يكون عامل إزاي كإرث أو legacy ليكِ في الدنيا؟ والله أنا يعني ما قبل الخلفة حاجة وبعد الخلفة حاجة إمم، الصراحة، بس خلّيني أقول بما إني خلّفت يعني وبقيت أم، أنا عايزة بنتي تبقى فخورة بيّا إمم، الحقيقة، وتبقى فخورة بيّا مش عشان أنا منصبي أو عشان أنا واخدة منصب كبير إمم، أو، إمم، تبقى فخورة بيّا كإنسان أو إمم، كسيدة ملهمة. نِفْسي اللي حواليّا يستفيدوا على قد ما يقدر، نِفْسي أبقى دايمًا بادّي طاقة الأمل أو طاقة التفاؤل للي حواليّا، وده الحقيقة باحاول أعمله على طول، وبامرّن إمم، نَفْسي إمم، عليه كمان على الرغم من ممكن تبقى صعوبات في الشغل أو في إمم، الحياة أو whatever، إمم، ونِفْسي إن هم يقولوا والله لأ اتعلّمنا منها حاجة. إمم. لأ إن شاء الله أكيد الشغل وغير الشغل ما هو ده وربنا بالضبط، يوفقِك معاها إن شاء الله. ده غرضي الحقيقة بصراحة مش لإنه عايزة أخلّص الحلقة من ربنا كتر يخلّيكِ، جمال الحوار، الله يخلّيكِ. بس سعدت بيكِ جدًا، أنا اتشرّفت كمان يا بيكِ، أماني، وحديث شيّق، وإن شاء الله يبقى للحديث بقية، إن شاء الله looking forward إن وإن شاء شاء الله، الله بالتوفيق يا رب. ومتشكرة ليكِ جدًا، أنا جدًا، اللي ميرسي جدًا، ليكِ، أشكرِك، شرّفتيني. أشكرِك، مع شكرًا جزيلًا. حكايتها بودكاست وحكايات كتير جاية، استنونا.